فيديو النهارده عشان ارد على اللي بيسالوني دايما ينفع نحط صواني في الاير فراير او طواجن فخار. هقولك بمنتهى البساطه، القلايه الهوائيه عباره عن فرن كهربائي صغير فيه سخان ومروحه قويه بتدور بسرعه كبيره جدا، يعني بتشتغل بخاصيه تدوير الهواء السريع. ومعنى ده ان اي حاجه بتدخل الفرن تقدري تستخدميها في الاير فراير، زي الصواني بكل انواعها، ألمونيوم، ستانلس، تيفال، بايركس، والبورسلين الحراري، وكمان طواجن الفخار والاطباق الفويل الألمونيوم. لكن طبعا الفرن افضل في الصواني لو بتعملي كميات كبيره. انا عندي متابعين كتير مغتربين بره مصر وما عندهمش غير الاير فراير، فبيعملوا كميات قليله على قدهم، عشان كده بعرفهم ازاي نعمل صواني او طواجن في الاير فراير وفي نفس الوقت نحافظ عليها. اهم حاجه قبل ما نحط اي صينيه او طاجن لازم نحط تحتهم حاجه عشان ما نجرحش الشبكه. انا هنا حطيت مفرش السيليكون المخرم، لو مش موجود نحط ورقه زبده، عشان مع حركه الدرج ممكن الصينيه او الطاجن يتحركوا جوه على الشبكه ويجرحوها، فنخلي بالنا. وانا كنت عامله مكرونه بشاميل، قلت اجربها معاكم في الاير فراير. ظبطت الوقت 10 دقايق على درجه حراره 180 عشان مش عايزاها تتحمر بسرعه، كل المكونات تاخد من طعم بعض وتستوي كويس وبعدين تبقى تتحمر. وبعد 10 دقايق فتحت عليها كانت بالشكل ده. هشغل عليها كمان 5 دقايق واعلي درجه الحراره على 200. بدات تاخد لون، بس حسيت ان عايزاها تاخد لون اكتر، هزود كمان دقيقتين على درجه حراره 200. وكده اجمالي الوقت لصينيه المكرونه البشاميل اخدت 17 دقيقه، اول 10 دقايق على درجه حراره 180 و7 دقايق على درجه حراره 200، وطلعت بالشكل ده، اخدت لون ذهبي جميل. وتقدري برضو تعمليها في طواجن فخار. انا القلايه عندي بتاخد 2 طاجن جنب بعض، او ممكن تعمليها في الاطباق الفويل زي اللي بتتباع جاهزه. وبكده ابقى رديت على اسئلتكم. لو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والشير، واكتبي لي رايك في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.